السلام عليكم ورحمة الله متابعيني في حدوتة بيتي. أهلا بيكم. النهاردة بقى معايا وصفة من مطبخي سهلة وسريعة، هي حشوة الباف باستري. الباف باستري دي عجينة بتبقى باف، بمعنى ان هي اول ما بتدخل الفرن بنلاقي ان هي يعني طلعت كده لفوق وارتفعت وبقى ليها فوليوم، نقدر نستخدمها حلو وحادق. مميزاتها انها سريعة جدا. النوع هنا بالقمح الكامل، برضو علشان الناس اللي يعني بتهتم انها تاكل اكل صحي او الولاد ياكلوا اكل صحي. طبعا كلنا عارفين فوائد القمح الكامل. هنا يعني بيبين لنا طبعا زي اي منتج مكونات المنتج ده، وزي ما قلنا هي دقيق ونوع من انواع السمنة والمية. هنا انا جهزت للحشوة بتاعتي، هي عددها 10 قطع، فانا جهزت لحمة مفرومة. هنشوف ان احنا مش هنحتاج اصلا كمية لحمة كبيرة، فعصقت اللحمة وفردت الرقائق بتاعة الباف باستري بالشكل ده في صينية الفرن الأساسية اللي هي بتبقى داخل كل فرن. بفردها بالشكل ده، مش بحتاج ليها يعني دهان ولا سمنة ولا حاجة. زي ما قلتلكوا هي منها فيها كده، فيها السمنة بتاعتها، مجرد بس ان احنا هنحتاج تغطية للوش وممكن تستغنوا عنها. بس هما حتى في المكونات وطريقة العمل بتاعة الوصفة مرشحين ان احنا ندهنها من الوجه بس. ممكن تستغنوا عن الخطوة دي بان انتوا تدخلوها، يعني هتفتحوا الشواية عليها فطبعا الوجه هي يحمر. لكن لو عايزين تزودوا من القيمة الغذائية اعملوا زي ما انا عملت وكملوا معايا الوصفة للنهاية. هنا بقى هو قربنا خلاص نكمل الرص بتاع الرقائق. طبعا بحب انبه كده في نقطة، ان احنا لما نكون بنفرد حاجة شكلها مربع ياريت تبقى الصينية شكلها مربع او مستطيل. لما يكون الصينية مدورة نخلي بالنا، لو حاجة زي كده هتبقى صعبة في ان احنا نرصها. كنا عملنا مع بعض اللازانيا في القناة وتقدروا ترجعوا لها، وانا كنت قلت النقطة دي لانها بتفرق فعلا في الراحة وان الاكلة تطلع مظبوط. ابتدينا بقى نحط على كل واحدة من اللحمة المفرومة متعصجة بالطريقة العادية بتاعتنا، بشر بصل وبشر طماطم علشان يديها لون. ممكن تضيفي معلقة صلصة، احنا عايزين الوصفة تبقى جوسي كده، ما تبقاش يعني ناشفة. فممكن تزودوا زي ما بقولكم معلقة صلصة، يعني في حدود المعلقة او الاتنين مية. ضغطنا بالشوكة على الاطراف علشان نتأكد انها هي اغلقت، وكمان هيدينا شكل لطيف. زي ما قلت لكم الحشوات بقى دي بتاعتكم، احنا نقدر نحشيها بالخضروات، يعني ممكن كمان نحشيها بالبطاطس والبسلة والجزر، هتديها برضو طراوة كده وهتبقى جوسي. دي من الافكار. ممكن كمان نحشيها شاورما لحمة او فراخ، برضو من الافكار. ممكن نحشيها خضروات بس، نقطع كده طماطم وفلفل وجبن، وممكن جبن بس كمان. الحقيقة حلوة قوي للخروجات السريعة، لو انتوا خارجين في مكان، طالعين رحلة يوم واحد، رايحين مكان كده وهنطول، بصوا جميلة جدا. طبعا نقدر نستفاد منها ان هي تتعامل كمان بالطريقة الحلوة. ممكن نحشيها مكسرات بس، او نحشيها يعني حاجة زي خلطات الكريمة. وان شاء الله نبقى نعمل مع بعض طرق لوصفات بالطعم السكر بالطعم الحلو. هنا زي ما قلت لكم، قلت بقى اجيب شرايح شيدر، قطعتها مربعات صغيرة وحطيتها على اللحمة، بحيث ان هي تدي كمان طعم كده مختلف غير طعم اللحمة بس. انتوا عارفين الجبن لما بتخش النار بتبقى طعمها كده مختلف وحلو بصراحة، والولاد بيحبوه.
ومكملين مع بعض في الحشوة. وبصوا ده شكل تاني مستطيل اللي هو فردتهم يعني على بعض، مش شكل المثلثات ده. فشكلي العجينة زي ما تعجبك بصراحة، هي سهلة قوي وسريعة بجد، مش هتندموا خالص لو جربتوها. عجينة الباف باستري. وانا هنا كنت مستخدمة السنبلة. السنبلة يعني من أجود الحاجات في الفترة الأخيرة اللي الواحد بقى بيستعملها الصراحة، سواء جلاش أو باف باستري أو كده. في منها صناعة مصرية وفي منها استيراد. الاتنين حلوين بصراحة ومفيش فرق. مخدومة كده وطعمها يعني طازة. اعملوا بس شكوك كده بسيطة فيها علشان خاطر مع السوا ما تتشققش. فدي خطوة مهمة، وكمان علشان لما نحط لها دهان الوجه. بصوا الدهان هنا كان عبارة عن بيضة وملح وفلفل. الحقيقة أنا في جزء كده اتقطع من التصوير اللي هو ضفت عليها شوية لبن. علشان اللبن بيخلي الحاجة يعني تحمر من الوجه لكن ما تنشفش. فمعلقة اللبن اللي هتضيفوها هتفرق جدا معاكم في ان برضو الحاجة متاخدش مجرد لون وتنشف، لأ، ان هي تفضل جوسي كده ومحافظة على طعمها. قولولي برضو افكار للحشوات ممكن نحشيها ايه تاني، ونجرب مع بعض حشوات مختلفة. الحاجات دي بتفرق قوي، بتبقى وجبة خفيفة كده. اوقات بنكون كلنا زهقنا من الاكل الروتيني بتاعنا، الحمد لله كلها نعم ومهمة جدا للاطفال زي الخضار وكده، بس اوقات احنا نفسنا بنكون عايزين نغير، نكسر يوم كده في وسط الاسبوع. وهنا شكلها بعد ما خرجت بصوا ما شاء الله، مش قادرة اقول لكم طعمها كان جميل ازاي. بصوا بقت باف كده وعليت لوحدها، حاجة سهلة وسريعة. حتى ممكن تعملوها للأزواج مثلا في الشغل اللي بيقعدوا فترات طويلة برا، وممكن للأولاد. وتختاروا زي ما قلتلكوا الحشوات على حسب الحاجة المتاحة وعلى حسب المكان. يعني لو في مدرسة ممكن نحشيها للأولاد جبن، هتبقى حاجة هيلثي وجميلة. أتمنى أكون قدمت لكم وصفة طيبة، وهستنى تجربتكم ورأيكم في الكومنتس، وقولولي لو عايزين أي حاجة من حدوتة بيتي.